ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب، ودايما كده منورين حياتي اخواتي وعيلتي التانية. شكرا ليكم بجد على دعواتكم وكلامكم القمر الحلو ليا على اخر فيديو نزلته، الفيديو اللي انا قلت لكم فيه ان انا حامل. بجد يعني مش عايزه اقول لكم انبسطت ازاي من كل الكومنتات اللي دعتني. ربنا يا رب يعني اقول لكم ايه، يرزقكم كده الصحه وراحه البال والسعاده زي ما سعدتوني كده وفرحتوني. ربنا يخليكم ليا بجد، ما يحرمنيش ابدا من دعواتكم الحلوه دي. كميه الكومنتات كده ادتني طاقه وفرحتني، يعني بجد ربنا يفرحكم كده زي ما فرحتوني. ربنا يخليكم ليا يا رب، يا احلى عيله في الدنيا. النهارده بقى ان شاء الله جايه معاكم بفيديو جديد. روتيننا بقى العادي اليومي بتاعنا. انتوا عارفين ان انا بشارككم يومياتي، فعايزاكم تحطوا لايك للفيديو دوت وشير كتير وسبسكرايب، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه عشان يبقى يوصل لك مني كل جديد واوعى يفوتك مني حاجه. عايزه اقول لكم بقى اليوم اللي انا قلت لكم فيه ان انا حامل، تاني يوم على طول الولا خالد تعب، كان عنده كحه وكده. رحت كشفت بيه عند الدكتور، قال لي بقى خففي له بقى شوكولاته، موز، اي حاجه بتسبب ان هي يعني تهيج صدره او تعمل له كحه وكده. الحمد لله. بصوا حتى كتب له على ادويه كتير، ايشي بقى موسع للشعب الهوائيه، وايشي مش عارفه ايه. اهو بصوا كام علاج. الحمد لله. الحمد لله ان هي بتيجي في حاجات كده. الحمد لله، الحمد لله، في شكر ليك يا رب. وهو دلوقتي الحمد لله اتحسن. اللي هي بقى واحده صاحبتي اسمها عاليه، عندهم مزارع بتاعت فاكهه وخضار، يعني عندها شغاله في، مش شغاله، صاحبه مزرعه اللي هي بتزرع فاكهه وبتزرع خضار، بتربي حيوانات، خرفان، عجول، مش عارفه ايه. عندها بقى ما شاء الله مزرعه كبيره. اول ما عرفت ان خالد تعب، بصوا بعتت لي ايه، بصوا ما شاء الله، تفاح بلدي ومشمش وخوخ. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني بصوا حاجه كده تحفه تحفه تحفه. يعني بصوا مش عارفه والله العظيم اقول لها ايه. اشكرها لان هي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي وكده. يعني هتتردلك يا عاليه. ان شاء الله قريب هتتردلك باذن الله. ربنا يقدرني يا رب واردلك اللي انت عملتيه دوت. يعني كتر الف خيرها ان هي قدرتني. افتحي باب الشقه، فتحت باب الشقه لقيت الثلاث سبيطه دول. فيعني مش عارفه بجد اقول لها ايه. جميلك على راسي ومرددالك ان شاء الله. فعايزه اقول لكم جبت كمان الجزامه، عشان قبل ما انسى الجزامه اللي انا كنت قايله لكم ان انا هطلبها. طلبتها جات لي اونلاين. فعايزه اوريها لكم برده الجزامه اللي انا جبتها. كنت طبعا انا قلت لكم ان انا عندي جزامه حطها قدام باب الشقه بره، وناس ياما قالت لي خلي بالك يا ام خالد الجزم تتسرق وكده، والحاجات غلط ان انت تحطيها قدام باب الشقه بره. دخليها جوه. عايزه اقول لكم انه اللهم صل على النبي، الباب عندنا تحت بيتقفل، مش بيتساب مفتوح. يعني كل واحد فينا في العماره معاه مفتاح. يعني عايزه اوريكم كده، تعالوا. كل واحد لينا في العماره معاه المفتاح بتاع الباب اللي هو الباب تحت بتاع الدخله، فاللي هو امان، محدش هيقدر. مركبين كاميرات وكده، فمحدش هيقدر ان هو يعني يسرق حاجه او يعمل حاجه. جبت بقى دي عشان قلت لكم انا حاجتي كانت كتير، فمش الجزامه بره مش شايله حاجتي وحاجه محمد وحاجه خالد. فجبت دي حطيتها هنا لان شكلها كان حلو. طلبتها اونلاين من على النت. بصوا فيها درج اهو. الدرج ده برده يعني انا حاطه هنا ايه، شنطه كده بتاعت شنطه سواريه بتاعت الفرح اللي كنت رايحه فيه اخر مره بتاع بنت عمتي. حاطه فيه البوك بتاعي، حاطه فيه الساعه بتاعتي، حاطه فيه مناديل. هي بتاعتي بقى يعني فاهمه، بس برده خالد ومحمد ما سابونيش في حالي، يعني شاركوني فيها. وبصوا ما شاء الله حطيت فيها حاجتي كلها. يعني بصوا كفت وزياده وحلوه وجميله. بصوا حطيت فيها حاجتي كلها. طبعا محمد برده وخالد ما سكتوش. محمد حاطط اخر حتتين تحت اهو، حاطط كوتشين ليه، وخالد حاطط كوتش صغنن اهو البني دوت اللي انا كنت جايبه له في العيد. وكلها بقى بتاعتي، بس انا طبعا مش هسكت. انا هطلعهم دلوقتي وارجعهم احطهم في الجزامه بتاعتهم بره. انا عايزاهم يسيبوا لي الجزامه تبقى ليا لوحدي، ما يقعدوش كل شويه. يعني كل ما لازم يشاركوني في اي حاجه اجيبها او اي حاجه اعملها. لازم بصوا دول بتوع محمد وده بتاع خالد. هشيلهم دلوقتي عشان انا عايزه برضو ايه، استغل المكان دوت.
احط حاجه تانية وكده. فالجزامه جميله. طبعا انا كنت محتاره، قلت لكم ان انا في الفيديو اللي هو اللي قبل اللي انا كنت منزلاه الاخير احطها فين. فكنت عايزه احطها في البلكونه، وناس قالت لي لا، لو حطيتها في البلكونه الشمس وفي الشتاء هتبوظ. فانا الصراحه لما لقيت بقى ان هي شكلها زي الصوره كده بالظبط، قلت يعني لايقه، قلت اسيبها كده في مكانها، مش مزعلاني في حاجه يعني، حلوه يعني مكانها هنا حلو ومش وحشه، شكلها شيك. عايزه بس اجيب لها مثلا اي حاجه كده احطها كده فازه او اي حاجه. ولو ان انا شايفه ان هي كده عشان البراويز بس اللي فوق اللي فوقيها دي ما يبقاش المكان مبهرج، يبقى حلو كده وخلاص. بس يلا بقى نبتدي بقى الروتين بتاعنا. النهارده بقى هعمل اكل ايه. امبارح كنت عامله لوبيا، كنت عامله رز، كنت عامله بانيه. النهارده بقى قلت هعمل ايه. النهارده قلت اطلع اللوبيا، يعني اللوبيا الصراحه مش هعمل اكل، قلت اطلعها اسخنها. الرز لقيته عندي هيكفي، يكفي ما يكفيش، قلت هعمل مكرونه. وعندي شويه لحمه مفرومه صغيرين كده متعصجين، قلت ممكن اعمل مكرونه باللحمه المفرومه. واطلع اللوبيا نسخنوها كده ناكلوها كده بالعيش وخلاص. او هبقى عامله مكرونه لسه، يعني احط كله جنب بعضه. وعندي برده البانيه في التلاجة لسه ما حمرتهوش. عندي كام حته كده بواقي اكل امبارح، فانا هطلع كله النهارده. قلت النهارده بواقي اكل، الحاجه الوحيده اللي هعملها ان انا هسلق المكرونه واحط عليها شويه اللحمه المفرومه اللي متعصجين عندي في التلاجة وامشي نفسي، مش هعمل اكل النهارده بس. وعايزه اوريكم الاوضه بقى اللي انا بيضتها. هدخل دلوقتي اوريكم الاوضه اللي هي اوضه النوم اللي انا بيضتها. واوضه خالد زي ما انتم عارفين هتتساب طبعا مقفوله لحد لما الاوضه بقى تتعمل ونفرشوها ان شاء الله مع بعض على خير كده. ربنا يكمل يا رب على خير كده اي حاجه. ويلا بينا عشان انا حاسه ان انا لكيت كتير وصدعتكم. فكفايه كده، يلا بينا. كان عندي بقى شويه مواعين، قلت بقى ايه اخدها كده واحط كل حاجه كده في مكانها. المواعين دي كانت كنت غسلها من امبارح وكده وسايباها تصفي ميتها على الفوطه. وعايزه اجيب، كنت جايبه اصلا في اول الجواز بلاستيكه كده مش عارفه اسمها ايه بيصفوا فيها المواعين. ومن غبائي رميتها، معرفش بقى انا رميتها عشان ما كنتش بعرف ان انا انضفها، فكانت بتبقى عامله ريحه مش كويسه في المطبخ، فرميتها بقى. فبس فطلع فيه اشكال تانية غير الشكل اللي انا كنت جايباه. الشكل اللي انا كنت جايباه كانت بتبقى صعبة كده في التنظيف، ما كانتش حلوة. فعايزة اجيب ان شاء الله واحدة بدل الفوطة اللي انا حطاها على الرخامة دي. زي ما قلت لكم انا النهاردة عاملة لهم مكرونة باللحمة المفرومة بشوية لحمة مفرومة باقيين عندي في التلاجة. كنت عاملة لخالد امبارح بيتزا باللحمة المفرومة، فاتبقى مني شويه فحطيتهم كده متعصجين وكل حاجه، فقلت احطهم كده فوق اللحمه وخلاص. حتى قلت لكم في اول الفيديو ان انا عندي لوبيا هطلعها وعندي رز وهطلع بواقي الاكل وكده. فاحنا اكتفينا بالمكرونه. وكان عندي 3 حتت بانيه صغننين كده برضو باقيين من الغدا بتاع اول امبارح. فطب يعني هم كانوا برضو متبلين، حطيتهم بس كده في الفيجيتار وحمرتهم. فاللي هو النهارده انا ماشيه نفسي كده يعني، فاهمين. بس طلعت بقى البطاطين كده في اوضه في البلكونه عشان تتهوى. ودي الاوضه بعد ما اتبيضت طبعا زي ما انتم شايفين كده. الاوضه بقت جميله خالص، بس الاضاءه عندي في اوضه النوم مش احسن حاجه الاضاءه. فمش باينه زي اوضه خالد، لان خالد ما شاء الله عشان الاضاءه عنده عملت له الاضاءه حلوه في الاوضه بتاعته، فالاضاءه حلوه. اما عندي هنا في اوضه النوم الاضاءه مش احسن حاجه. انا الصراحه اوضه النوم كلها رايحه في داهيه، عايزه تتغير. وعايزه تتظبط. انا حتى لما جيت ان انا بيضها جه محمد قال لي لو عايزه ان احنا بالمره بما اننا بقى بنبيض الاوضه ومطلعين العفش بتاع، يعني كنا مطلعين اوضه النوم دي كلها بره ما عدا الدولاب. قال لي نحط فيها هوت سبوتات ونظبطوا السقف وكده ونظبطوها زي اوضه خالد. بس انا الصراحه ما كنتش مستعده احسن حاجه. لا، فاللي هو لا يعني ايه، قلت له لا انا الصراحه لا، يعني انا ما اعملش هوت سبوت واظبطها الا بقى لو انا اغير الاوضه ان شاء الله قدام. يعني هدف ان انا اغير الاوضه نجيب اوضه تانية. فبالمره بقى يعني زي ما عملت في اوضه خالد يبقى كله كده مره واحده عشان احس بيها. فاكتفيت بس بالبياضه لان هي الصراحه كانت محتاجه ان هي تتبيض لان لونها كان موف ما كانش حلو وما كانتش احسن حاجه. يعني البياضه ما كانتش احسن حاجه وكانت متبهدله، خالد كان مبهدلها. فقلت لا، قلت له لا احنا يعني ايه هنبيض الاوضه بس، ولا هوت سبوتات ولا نكسر في السقف ولا نعمل اي حاجه. لما ان شاء الله نغير الاوضه نبقى نعمل كل دوت كده مره واحده زي ما عملنا في اوضه خالد.
وزي ما قلت لكم ما كنتش عايزه افتح على نفسي فتوحه. يعني عملت اوضه خالد والركنه اللي هو انا مفحوطه من رمضان، فلا سيبني اخد نفسي شويه بقى. مسحت طبعا زي ما انتم ما شفتوا، عدلت غيرت الملايه، مش محتاجه ان انا اغيرها لان انا كنت لسه مغيراها. لمعت كل الازاز، التسريحه، كل حاجه كده عملتها، ودخلت بقى على الصاله. شغلت كده المكنسه الكهرباء. انا الصاله عندي لازم كل يوم تتكنس بسبب ان انا حاطه العصافير في البلكونه. فخالد بقى يدخل البلكونه، بص بيبقى في ساعات بقى ايه اللي هي اكل العصافير، عايزين نضافه على طول من النار بقى. فتحسوا كده ان اكل العصافير بيبقى عندي في الصاله، معرفش ليه، بالذات اللي هي إيه الصاله اللي هي الحته اللي انا واقفه فيها دوت، المربع اللي انا واقفه فيه، فعايز نظافه من النار. جبت بقى المكنسه الكهرباء وقعدت بقى ايه، وطبعا خالد فرحان بيها، كل ما يشوفني مشغله يقول لي ماما بالله عليكي سيبيني انا اللي انضفها، ماما بالله عليكي سيبيني انا اللي انضفها. قلت له خلاص يا حبيبي نضفها براحتك. محمد بقى هنا كان جاي من الشغل، بس قلت له تعالى شوف لي المكنسه عشان انا كنت حاسه ان هي ايه فيها حاجه غلط وكده. قال لي ماشي. ما كنتش حاسه ان هي مش عارف، كنت حاسه ان هي عايزه تطول، عايزه تعمل. صراحه محمد هو اللي بيتعامل لي في الحاجات دي، انا ما بعرفش ان انا اتعامل بيها، فمحمد بقى ايه هو اللي بيتعامل بيها وكده، هو بيعرف يتعامل في الحاجات دي. قعدت بقى كده ايه اشغل نفسي كده، الم بقى، احاول ان انا انضف كده على قد ما اقدر. وهنا محمد كان ايه كان بيشغلها لي، طولها لي اهو شويه، وقال لي اهو كان فيها حته كده مفكوكه على فكره، طلعت ان هي عايزه تتنضف. قال لي اما تخلصي هنضفها. دخلت بقى محمد بيقول لي انا جعان بقى جهز لنا الغدا، قلت له تمام. بدات بقى ان انا اجهز. انا طبعا المكرونه انتوا عارفين ان احنا بنحبها بالثوم، يعني بالثوم مش بالبصل، في ناس بتحبها بالبصل، انا بحبها بالثوم، بنحبها يعني بالثوم. فطلعت توم بقى، قعدت اقشر كده كام فص توم، واللحمه المفرومه برده انا مطلعوها، والبانيه، وعلبه الصلصه. محمد بقى الله يبارك له جاب لنا معاه ازازه حاجه ساقعه. طبعا انتوا لو هتلاحظوا هتلاقوني ان انا بصوا مهبطه و... وعايزه اقول لكم والله العظيم مهبطه كده، ومليش نفس ان انا اعمل اي حاجه، وحاسه ان انا يعني بصوا الشهور الاولى دي بتبقى مش حلوه خالص في الحمل، كله بيقول لي كده. بصوا قرفانه من كل حاجه، ومليش نفس لاي حاجه، وخاسه. تلاقوني حتى تلاحظوا ان انا خاسه كده، مش مفيش طاقه خالص، معرفش ليه. خرجت المهم توم على فلفل رومي على 3-4 فصوص توم كبار. وطبعا المكرونه انا سلقتها وشطفتها بس كده. وهنا بقى كنت خلاص بقى بدأت ان انا ايه قلت اسخن بقى اللحمه المفرومه. وهنا محمد كان ايه غير هدومه، بينضف لي بقى اللي هي الحاجات اللي طالعه كده من المكنسه. بصوا هنا بيقول لي بصي مطلعه بلاوي. سخنت بقى اللحمه المفرومه، والصلصه هنا كانت خلاص بقى كانت اتسبكت وبس كده زي ما انا ما قلت لكم، مكرونه وبانيه. هنا بقى بدأت ان انا اعمل البانيه، فحطيت شويه زيت كده في الطاسه. بس بقى بدأت ان انا انزل بالبانيه، مش ناقص بقى غير ان انا احط الصلصه كده على المكرونه. وقلت بقى حاجه خفيفه وكده كده. عايزه اقول لكم اليوم طويل، يعني ممكن احنا دلوقتي اهو اتغدينا، ممكن بعدها بساعتين عندي عجينه بيتزا في التلاجة، اقوم جايه قايمه عامله لهم بيتزايه كده بالسوسيس. بيتزايه بالجبن، بيتزايه بالبسطرمه. تبصوا تلاقونا كده ان احنا نحمر بطاطس كده، بناكلوا البطاطس دي زي ما يكون بناكلوا لب سوداني، نقعد نقرقش كده. ما بنسكتوش. فاللي هو يعني اليوم بجد بقى طويل من ساعة ما الساعة ما اتغيرت، فاللي هو تحسوا كده انه يعني بناكله كتير يعني. بس انا زي ما قلت لكم انا مهبطه ومليش نفس الحاجه، بس طبعا لما بيقولوا لي ان انا اعمل لهم حاجه بعملها لهم، ما بقدرش ان انا اتاخر عليهم عشان ما احسش ان انا برضو مقصره. هنا بقى كان الاكل كان خلص المكرونه اهو. بدات بقى ان انا اغرفها لهم في الاطباق. غرفت طبق ليا وطبق لمحمد وطبق كده لخالد. جبت له بقى خالد طبق غويط، خالد لازم طبق غويط عشان ما يبهدلش الدنيا. وبس كده، استنوني في فيديو جديد. ده كان يومي النهارده، بحبكم قوي.